الحمد لله بما هو أهله وكما ينبغي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، ورضي الله عن أصحابه وعن آله وصحبه وأصفيائه. المشاهدون والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وما زلنا مع الدكتور في مقاله تحت عنوان اللغة العربية في إريتريا بين المطالبة الشعبية والرفض الشعوبي. وذكر في مقاله أن هناك حملة في اللغة العربية في مصر، وكان البريطانيون والسويديون والأقباط تحالفوا حتى ينهوا اللغة العربية وتكون هنالك لهجة أو لغة قبطية في القاهرة أو في مصر. وكل هؤلاء نادوا بالتخلص من الحرف العربي. وهذا الحرف العربي كما ذكرنا سابقا في حلقات قديمة تجاوز حتى وصل إلى اللغات الفارسية واللغات الأردية والبشتو يكتبون بالحرف العربي، وكل اللغات كانت تكتب، حتى اللغة العثمانية كانت تكتب بالحرف العربي. وكثير من اللغات، اللغة الصومالية كانت كذلك تكتب بالحرف العربي. ويقول: وكل هؤلاء نادوا للتخلص من الحرف العربي وتطوير اللهجات المحلية بالحرف اللاتيني، مدفوعين بدوافع حضارية لا ترى في اللغة العربية مجرد لغة محكية، وإنما وعاء إرث ثقافي مغاير لرسالة الغربي وانتمائه العقلي. اللغة العربية حضارة منذ قبل الإسلام، كانت لها حضارة قوية، مأرب وبلاد بابل في العراق والشام وهكذا. وكانت هنالك بعد الإسلام انتشرت وأصبحت من العلوم المهمة التي درس بها علوم الطب، وكل العلماء الذين كتبوا عن الطب وغيره كان تكتب بالحرف العربي وباللغة العربية. وهكذا نرى أن الفكرة في إطارها العالمي ذات هدف استعماري انطلقت لتطويق العربية. يعني كل الدول التي تحارب الآن، سواء كان إريتريا أو إثيوبيا أو حتى الصومال كذلك، يحاربون اللغة العربية وينشرون اللغة الصومالية. وهذا من أهداف الفكرة الاستعماري العالمي، باعتبارها لغة عقيدة وثقافة وحضارة إسلامية، وانسجمت في الإطار الإريتري مع أهداف منظري سلف ناظنت وخلفيتهم الثقافية، وانطلت على من ينخدعون عادة بشعارات الوحدة الوطنية، ويختصرون الأمور كلها في مصطلح الطائفية. يعني إذا دعيت اللغة العربية أنت طائفي، تدعو إلى الدين الإسلامي وإلى تمزيق الشعب الإريتري إلى عربي وإلى غير عربي وإلى مسلم وإلى غير مسلم. وهذه من سياسات التقسيم البريطاني في المجتمع الإريتري، دون أن يكلفوا نفسهم عناء البحث والدراسة، وليست طرحا نابعا من الواقع الإريتري ومنسجما مع رغباته ومصالحه الوطنية. أنا أذكر عندما كنت مدرسا في مدينة مصوع، كان الأسر المسيحية تأتي بأبنائها لكي يتعلموا اللغة العربية في المعهد الإسلامي، بغض النظر إنه المعهد يدرس الدين الإسلامي وكذا، لكن لأهمية اللغة العربية
الشعب كان يطالب بتدريس اللغة العربية، ولكن الحكومة رفضت ذلك. والآن هناك مبشرات في إريتريا، حيث افتتح مركز لتعليم اللغة العربية وخرج 4 دفعات حتى الآن في مدينة أسمرة عاصمة أريتريا. هناك تراجع عن محاربة اللغة العربية. وإذا نظرنا حتى رئيس دولة إريتريا يتكلم باللغة العربية. آخر اجتماع كان اجتماع دول الجوار للسودان في القاهرة، وتكلم باللغة العربية. سياسة فرقي تكلم باللغة العربية وهكذا يعني. ويقول دكتور جلال الدين بعد هذا لا غراب أن يشعر المسلمون بقلق كبير من سياسات النظام المعادية للغة العربية. وهذا المقال تقريبا قديم يعني، وإلا الآن هنالك تحسن في التوجه الحكومي نحو اللغة العربية، والتي لا يرون فيها إلا فصلهم عن انتمائهم الحضاري وسوقهم نحو التقرنة. ولا غراب أيضا أن يتساءلوا لماذا يقف معظم الناطقين بالتقرينية من غير المسلمين في إريتريا موقفا محايدا من اللغة العربية أو معاديا لها. أيا كانت التحليلات، فإن تباين موقفهم عن موقف المسلمين ليس إلا حالة من التمايز الثقافي لاعتبارات عدة أهمها المؤثر العقدي. وإلا فما الذي يجعلهم ينفتحون بكل انشراح على اللغة الإنجليزية مثلا، وينقلقون بكل تضايق واشمئزاز عن اللغة العربية؟ إنها ارتباطات حضارية اقتضت حشر اللغة العربية في مجال ضيق والنظر إليها فقط من زاوية كونها لغة الرشايدة والجيران، وما عدا ذلك فمغالطات لا تصلح مبررا كافيا ومقبولا. يقول الدكتور في عنوان فرعي في مقاله: لماذا نتمسك باللغة العربية؟ يقول: وإذا كانت الفكرة في جذورها الأصلية والمحلية ذات أبعاد حضارية، فمن الطبيعي أن يقف منها المسلمون موقف الرفض، وتتصدر الحركة الإسلامية مسيرة مقاومتها كشفا لأجندتها الخفية وتعرية لمآربها الشعوبية. وليس صحيحا أن الإنجليز هم الذين جعلوا من العربية واقعا ينحاز إليه المسلمون تقسيما للمجتمع الإريتري. أن البريطان هم الذين جاءوا وقسموا المجتمع وجزأوا المجتمع الإريتري إلى العربي وإلى تجرينيا وإلى مسلم، وهكذا. هذا فهمهم. فالتاريخ يؤكد أن المسلمين تعاملوا بها في مواثيقهم وعهودهم منذ وقت مبكر، وليس أدل على ذلك من الوثيقة التي حررت عام 1925 في العهد الإيطالي باللغة العربية من الساحل الشمالي إلى كرن، والموقعة من الإيطالي غاسبرين، بل كانت اللغة العربية أيسر وسيلة تفاهم ووجدها المستعمر في الاتصال بالمسلمين. وفي عهد الإيطالي كانت هنالك مجلات وجرائد باللغة العربية، أكثر من 20 جريدة، سواء كان خاصة أو حكومية، كانت تكتب أو تنشر باللغة العربية. فلذلك ليس بمثقفين فحسب، إنما أيضا برعاتهم. يعني حتى الإيطالي حينما يأتي إلى إريتريا
كان يتعلم اللغة العربية حتى يتواصل مع أهل إريتريا. وهذا ما يحكيه لنا نايدل مؤلف كتاب التركيب السكاني في إريتريا، بقوله: اضطر واضع هذا الكتاب يعني نفسه أن يقوم بدور ترجمان مزدوج في لقاء جمعه في أكولوجيزاي. أكولوجيزاي معظمها ناطقين باللغة التجرينية وهي مرتفعات، برعاة من التجرينية ومزارعين برعاة من التجري أو التجرايت ومزارعين من التجرينية، فكان يتكلم بالعربية مع رعاة التجرايت يعني الذين يتكلمون بلغة تجري أو التجرايت، كان يتكلم معهم باللغة العربية ويفهمهم ويفهمونه، وبالإيطالية مع مزارعي التجرينية. ويشير إلى أن اللغة العربية تستخدم كلغة ثانية عند مجموعات وأفراد من القبائل التي اعتنقت الدين الإسلامي، وقد أخذوها عن طريق بلاد العرب أو السودان. هذا إيطالي يتحدث وكتب في كتاب موجود في المكتبة الإريترية إن اللغة العربية كانت موجودة في بداية التسعينات، وهو تحدث مع رعاة من التجري باللغة العربية، وتحدث بالإيطالية مع مزارعين التجرينية. طبعا التقسيم الجغرافي والثروة إنه أهل التجري معظمهم رعاة إبل غنم بقر، وأما مزارعي التجرينية هم مزارعون يهتمون بالزراعة. ويشير إلى أن اللغة العربية تستخدم كلغة ثانية عند مجموعات وأفراد من القبائل التي اعتنقت الدين الإسلامي. هذا ما قاله نايدل في كتابه التركيب السكاني في إريتريا. مشاهدي الكرام، إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم في شرف العربية بعد فاصل قصير، ونواصل في قراءات مقال الدكتور البروف جلال الدين محمد صالح عن اللغة العربية بين مطالبة الشعوب ورفض الشعوبية. ويقول: وهكذا ما يحكيه لنا نايدل مؤلف كتاب التركيب السكاني في إريتريا. يقول هذا الكاتب، هذا في عام 1925، اضطر واضع هذا الكتاب يعني نفسه أن يقوم بدور ترجمان مزدوج في لقاء جمعه في أكولوجيزاي برعاة من التجري أو التجرايت أو البني عامر أو الذين ينطقون باللغة التجري أو التجرايت، وبمزارعين من الذين يتكلمون التجرينية. فكان يتكلم بالعربية مع رعاة التجري وبالإيطالية مع مزارعي التجرينية. ويشير إلى أن اللغة العربية تستخدم كلغة ثانية عند مجموعات وأفراد من القبائل التي اعتنقت الدين الإسلامي وقد أخذوها عن طريق بلاد العرب أو السودان، كما أنها أصبحت اللغة الشائعة الوسيطة في الأحياء الإسلامية في المدن الإريترية، وخاصة تلك الواقعة على ساحل البحر الأحمر. يقصد مصوع والساحل، مناطق الساحل.
وكما يذكر المؤرخ ضرار صالح ضرار عنده كتاب عن القبائل، يقول إن الحروف العربية كانت الأحرف المعتمدة في كتابة لغة التيغري، فكثيرا ما كان يكتب بها أهل مصوع لأهليهم وزويهم سواء كانوا في إريتريا أيام الحكم العثماني. الحكم العثماني قبل الاستعمار الإيطالي. ففي هذا الوقت كانوا يكتبون بالعربية، والعثمانيون لم يفرضوا لغتهم لأنهم لم يكونوا مستعمرين أو محتلين لإريتريا، إنما جاءوا لمناصرة المسلمين ضد البرتقال وضد الأحباش في إثيوبيا. أو المصري الخديوي، يقصد محمد علي خديوي، أو الإيطالي، وكانت تصل هذه الرسائل إلى ذويهم في بورت السودان وسواكن وعقيق ويقرؤونها بسهولة، فعرفوا الأحرف العربية وأخذوا يستعملونها في كتابة هذه اللغات السامية. يعني لغة التيغري كانت تكتب بالعربي بالحرف العربي، يقول هكذا. وما زالت لغة تدوينهم الوثائقي منذ قامت لهم صلات ثقافية وعقدية بمواطنها ومراكزها في الجزيرة العربية، حيث الزبيد في اليمن، والحرمين في بلاد الحجاز، والأزهر بمصر، وحديثا السودان بجامعاته ومعاهده المتعددة. وصحيح أن السودان، هذا قول دكتور جلال الدين، يقول: وصحيح أن السودانيين كما يقول الرئيس سياس أفورقي كان لهم دور في نشر اللغة العربية في إريتريا في الأربعينيات، وأن الذين نشروا القرآن جاءوا من جزيرة العرب، ولكن في النهاية صارت اللغة العربية جزءا من جسم هذا المجتمع بغض النظر عمن قام بنشرها. وصار الإريتريون يرتبطون بجزيرة العرب لغة وأصولا، يصلون أنسابهم بقبائل العرب وأفخاذها، ولو لم يأتي ناشر القرآن من الجزيرة العربية أو معلم اللغة العربية من السودان لذهب الإريتريون كما يفعلون الآن إلى السودان وجزيرة العرب لدراسة الإسلام بلغته العربية. من هنا، يقول الدكتور جلال الدين، من هنا فإن أهمية اللغة العربية بالنسبة للمسلم الإريتري لا تقارن أبدا بأهميتها بالنسبة للنصراني أو الوثني، إذا اعتبرنا هذه الأهمية واقعا ملموسا، وتهميشها يمثل تهميشا له وتصنيفا على الثقافة وتضييقا على الثقافة الإسلامية وتهديدا للمسلم في أخص خصائصه، ويشكل عقبة من عقبات التعايش الوطني. واللغة العربية للمسلم، أي مسلم في العالم، هي لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم. هي لم تعد الآن لغة العرب، إنما صارت لغة الإسلام، لأنه نزل بها القرآن وحدث بها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم، وانتشرت مع انتشار الإسلام اللغة العربية. ووجدنا معظم الذين صنفوا الكتب الكبرى الصحاح هم من العجم، لكنهم تعلموا اللغة العربية كالبخاري ومسلم وابن داود والترمذي. هؤلاء ليسوا من العرب إنما من العجم، ولكن شرفهم الله تعالى بعد أن تعلموا اللغة العربية أصبحوا من أسانيد الأحاديث النبوية.
وإن اللغة وإن كانت تنتشر بين شعب ما، يقول الدكتور، لعوامل خارجية بإمكانها أن تجعل من القوميات المتعددة قومية واحدة إذا تم ذلك بمحض الإرادة والاختيار، كما هو الحال في إسرائيل التي التف شعبها حول العبرية. والعبرية هي من اللغة السامية، هي أخت العربية وأخت اللغة الحبشية، وهكذا. الأسرة السامية تتكون من عدة لغات، من ضمنها اللغة العبرية التي الآن موجودة في إسرائيل، التي التف شعبها حول العبرية، والمسلمون في إريتريا بمختلف قبائلهم وتباين لغاتهم قد اجتمعت مشيئتهم على اختيار اللغة العربية. وكانت اللغة العربية في الأربعينيات في الحكم الذاتي هي اللغة الرسمية للحكومة الإريترية، وهي مشيئة أبدية غير قابلة للمساومة والتحول، على نحو أشد من تمسك الرئيس السياسي بسياسات تطوير لغات القوميات التي جعلها من ثوابته، وأكدت تشبثه بها من غير مساومة ولا تراجع. ولكن الحمد لله ما زالت في عافيتها اللغة العربية الآن في إريتريا، يتكلم بها الناس في مصوع، في كرن، وفي أغردات، في القاش، وفي الساحل يتكلمون اللغة العربية. حتى النصارى الذين جاءوا من المرتفعات واختلطوا بأبناء المنخفضات الذين يتكلمون العربية والتجرايت صاروا يتحدثون بالعربية ويتعلمون بها. وأكد تشبثه بها من غير مساومة ولا تراجع. وحتى لو قلنا جدلا إنها ليست إلا لغة الرشايدة، فإن الرشايدة هي قبيلة جاءت قبل 200 عام من الجزيرة العربية لظروف مناخية، واستقرت في إريتريا وفي السودان وعلى السواحل، وهي لا تختلط بالشعوب، لا بالشعب الإريتري ولا بالشعب السوداني، تجدها في مخيمات في البر. لذلك هم لم ينشروا اللغة العربية، إنما وجدوا اللغة العربية موجودة في إريتريا وهم يتحدثون بها لأنهم عرب مهاجرين. فإذن يقول فإنها في النهاية إحدى اللغات الوطنية باعتبار الشاهدة فئة من فئات المجتمع الإريتري. طبعا حتى يقف ضد اللغة العربية جعل الرشايدة قومية من القوميات التسعة وسماها القومية العربية. يعني إذا لم يكن هنالك رشايدة لم تكن هنالك قومية عربية. ولكن حتى يتفادى وجود مشكلة في العرب فقال أن اللغة العربية هي خاصة بالرشايدة، والرشايدة لا يتفاعلون في المجتمع الإريتري، إنما لهم حالاتهم وحياتهم البدوية وهكذا، وأنها تتساوى مع سائر اللغات بموجب نسج دستور الجبهة الشعبية الذي ينص على تساوي اللغات. كل اللهجات سموها لغات، التجري والساهو والبلين والعفر سميت باللغات الإريترية، وكل يدرس بهذه اللغة. ولكن حينما يأتي للتوظيف يفرض عليه أو تفرض عليه اللغة التجرينية. وتتمتع كما يتمتع غيرها من اللغات الإريترية، يعني اللغة العربية باعتبارها هي لغة إحدى قوميات التسعة الإريترية، إذن لها حق أن تكون يهتم بها، ذلك بحق التنافس في شتى الميادين الثقافية والسياسية. ومن حقها أن تحظى بقبول غير الناطقين بها لغة لهم،
مثلها في ذلك مثل التجرينيا والتجري والبلين، ومن حق الآخرين اختيارها لغة لهم لأي سبب. حتى الرشائد الآن صاروا يتكلمون التجرينيا لأنه فرضت على المجتمع كله. الساهو والبلين وكلهم الآن يتكلمون لأنه هي لغة المتغلب في البلاد، رغم أن النصارى لا عددهم قليل جدا بالنسبة للآخرين يعني. وقد اختارها المسلمون وأجمعوا عليها، ومن حقهم أن يجمعوا على لغة من اللغات الوطنية. ثم إن الطرح القومي ربما أشعل صراعا قوميا يفتت المجتمع إلى كتل قبلية متنازعة وغير مترابطة ولا متواصلة، لا تقرب بينها لغة واحدة، لا تقرب بينها لغة واحدة، وإنما تشتتها أكثر باللغة. وسيجد الفرد منها في بركة أو الساحل مثلا صعوبة في التفاهم مع من هم في دنكاليا، وفي هذا إضعاف لروح الانسجام الوطني. يعني الذين يتكلمون بلغة التجرايت حينما يذهبون إلى الدنكل وهم العفر، اللغة العفرية، لا يستطيعون أن يتفاهم، وكذلك البلين وغيرهم من القبائل التي لها لهجات. لذلك وفي هذا إضعاف لروح الانسجام الوطني وروابط الوحدة الوطنية التي لا يمكن أن تتعزز بشكل أقوى وأعمق إلا باعتماد لغة واحدة. مشاهدي الكرام، إلى حلقة جديدة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.